قالوا ناس زمان ليام وهي ليام، عيشتيني معاك في الوهام، تايه بين الحاضر المستقبل والماضي. ما عمرك عطيتيني الحب والغرام وديما زايدة في نكادي، ومن قساوتك قلبي ولا لك معادي. أخطر جريمة وقعات واللي دارت الأحداث ديالها سنة 2011 بالعاصمة الرباط، قضية البطلة المغربية 3 ديال المرات في رياضة التيكواندو، عائشة القاطي، اللي استقبلها الملك محمد السادس شخصيا، ولكن بقدرة قادر تحولت حياتها رأسا على عقب. هاد الشابة رغم الفعل الإجرامي اللي ارتكبات فكتبقى سوى واحد ضحية ديال الإهمال والتهميش. فالمرأة اللي كتكون جالسة في الدار نهار كتصوب غير شي كيكة ولا شي حلوة كتبغي تسمع كلمة شكر، فما بالك بوحدة ضحات أيام وليالي وسخرات الغالي والنفيس وما لقاتش حتى واحد اللي يشد بيديها. الرياضة ما عطاتهاش وكانت صدمة كبيرة بالنسبة ليها، وزادتها كية الغرام من بعد ما حبات والتكوات. على اللي يعشق بجنون ويبقى قلبه معلق تايه مغبون. فكلكم عقلتوا على الفيديو الشهير سنة 2019 ديال البطل المغربي أنور بوخرصة اللي لاح الميدالية الذهبية في وسط البحر ملي كان راكب في قوارب الموت وغادي حارق لإسبانيا، وقال بالحرف هاد الميدالية ما عندها حتى شي فايدة. فما قدم على هاد الخطوة إلا والسيد وصلت به العظم. خليكم معايا باش تعرفوا تفاصيل الحكاية. قضية اليوم جد مؤثرة بكل صراحة، غادا تبين لينا كيفاش الدنيا ما فيهاش الثقة وتقدر تقلب على مولاها فرمشة عين. غادي نبداوها من نهار تزادت البطالة حتى اللحظة اللي ارتكبت فيها الجريمة. واللي غادي يصدمكم وغيضركم في خاطركم هو شنو دارت داخل المؤسسة السجنية. فاللهم حسن الخاتمة يا رب. عائشة القاطي تزادت سنة 1980 بمدينة الرباط، وبالضبط بمنطقة يعقوب المنصور. كانت كتعيش رفقة عائلتها وخوتها اللي كانت عندهم سمعة جد طيبة، وحتى الحالة المادية ديالهم بخير وعلى خير. رب الأسرة كان عنده عمل قار في مجال التجارة، في حين الميمة العزيزة كانت ربة بيت صينة دارها. خوتها الكبار تعرف عليهم ممارسة الرياضة، والبنية الصغيرة خدات من عندهم الولاعة والتحقات بواحد النادي ديال فنون القتال اللي كان قريب من دارهم، تما فين تسجلات كمتدربة ديال التيكواندو، وهذا الشيء في عمر ديال 6 سنوات، يعني قبل ما تلتحق بالمدرسة الابتدائية. المهم المدرب اللي كان متبعها سميتو بوشعيب، وكان له فضل كبير باش يتقن الموهبة ديالها وتحوز على جوائز جد مشرفة اللي خلاتها تهز راية المغرب وتشرف بلادها أحسن تشريف. وعليه بقات الأيام غدا على هاد الشكلة، وبقات الشابة كتوازن ما بين القراية والتيكواندو. الأمور كلها طيبة وتبارك الله عليها، كانت متفوقة فيهم بجوج، وحتى الأخلاق ديالها والنعم بشهادة الناس اللي جاوروها. كانت كتلقى الدعم المادي والمعنوي من عند عائلتها ومساندينها في الصغيرة والكبيرة، وتعلمات حس المسؤولية منذ نعومة الأظافر، لأنها كانت كتقضي عطلة الصيف في مخيمات الكشفية المغربية اللي كتخلي الواحد يعتمد على راسه وشخصيته تولي قوية. في العمر ديال 13 سنة شاركت عائشة لأول مرة في البطولة الجهوية هواة صنف البراعم، وتمكنات باش تفوز بالرتبة الثانية. حصلت على أول هدية ديالها اللي كانت عبارة عن الدوبك اللي كان عيطوا لها بالعامية الكيمونو، داك اللباس المخصص لهذا الرياضة. كانت فرحة كبيرة بالنسبة لها، وفي هذه اللحظة تنبأ لها المدرب بوشعيب بمستقبل زاهر، وقرر باش تبدا تدرب مع أولاد كبر منها في السن
في نفس النادي اللي كانت فيه. كانت كتحماق على البطلة العالمية والحائزة على بطولة العالم سنة 1990 التركية أنزو سيلان، هي المثال الأعلى ديالها. وديك الساعة كانت كدير المستحيل باش تحصل على الكاسيت فيديو، وكتبقى ديما كتفرج فيها، وبكثرة ما كانت باغا توصل. فحتى نهار الحد اللي كيكونوا بنات الحومة كيلعبوا مع راسهم، فهي كتلقاها على قدم وساق مقابل التدريبات ديالها. الشابة كانت عندها واحد صاحبتها وحدة واللي ساكنة في حي المحيط بمدينة الرباط، وسميتها كريمة. كانت حتى هي متدربة ديال التايكواندو، وما كانوش كيتفارقوا مع بعضياتهم لأنهم كيقراو حتى في نفس المدرسة. وهاد صديقتها ما تكلمتش عليها من فراغ، وأثناء سرد الوقائع غادي نتعرفوا علاش. المهم بقات عائشة مكملة في المسار الرياضي، وملي وصلت لمرحلة الثانوي لقات راسها خاصها تختار يا إما القراية يا إما تايكواندو، في حال ما بغات تولي لاعبة محترفة. وفضلات الموهبة اللي عشقات من نهار حلت عينيها. الأبوين ديالها وخوتها كانوا ضد هذا القرار، بالأخص أن هذا النوع من الرياضة آنذاك ما كانش معروف بزاف في المغرب، والآفاق ديالو كتبقى جد محدودة. عياو ما يهضروا معاها، ولكن الشابة خدات واحد القرار لا رجعة فيه، فولات كتواجد على طول النهار بالنادي، ودائما بحضور المدرب بوشعيب اللي غير بانت ليه ولات متمكنة مزيان. قرر باش يسجلها في بطولة المغرب اللي تنظمات سنة 1997، وتيكونوا فيها أفضل الممارسين على الصعيد الوطني. عيشة شاركت فيها غير باش تكتسب واحد الخبرة، ولكن تمكنات باش تفوز بالرتبة الأولى، وكتبات الاسم ديالها بأحرف من ذهب. وكانت هذه هي الانطلاقة الحقيقية نحو حصد الألقاب والميداليات. وحتى والديها كانوا ارتاحوا من جهتها وقالوا أن البنية غادة في طريق صحيحة. صاحبتها كريمة كانت استغنات على التايكواندو وفضلت تكمل قرايتها، غير هما بقاو دائما على تواصل. الأمور كلها كانت كتشير أن عائشة غتولي بطلة كبيرة، بالأخص ملي تم المناداة عليها من طرف الطاقم المشرف على تدريب المنتخب الوطني، وبدات كتمرن معاهم. في السن ديال 18 سنة تمكنات مجددا باش تحصل على بطولة المغرب، وكانت من أصغر المشاركات، وحتى المستوى ديالها كان جد عالي بالمقارنة مع المنافسات، يعني ربحاتها بأقل مجهود. وهذا الشيء كيرجع للمواظبة ديالها والمعقول اللي كان فيها. وباش نحطكم أكثر في السياق، فحتى الجوائز لم تكن مغرية وما كانتش كتربح شي فلوس كتيرة، غير هو من الجانب المعنوي كل شيء كان كيحترمها، وولات قدوة لفئة كبيرة من الشباب في منطقة يعقوب المنصور. وتعرفات حتى بالعمل الجمعوي للتحسيس بخطورة تعاطي المخدرات واستهلاكها، ديما كانت حاضرة في الندوات والخرجات. السيدة ما فيهاش ما يتعاب كيف ما كنقولوا. مشات ليام وجات ليام، عائشة اختاروها باش ترافق الفريق الوطني للتايكواندو اللي كان غادي يشارك في بطولة الألعاب العربية اللي كانت منظمة بدولة الأردن. بالفعل انتقلت إلى العاصمة عمان، وكانت الأضواء كلها مسلطة عليها، وتمكنت باش تفوز بالميدالية الذهبية الوحيدة ديال المغرب، وتهز راية البلاد وهي في عمرها غير 19 سنة فقط. غير رجعات البلاد دازت شي شهور قليلة واستقبلها شخصيا الملك محمد السادس رفقة بعض الرياضيين، واللي كان يالله تولى الحكم بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني. نوه بالمجهودات ديالها، وكانت فرحة لا توصف بالنسبة للشابة. كانت كترجى خير من مورا هذا اللقاء والأبواب تفتح لها في وجهها، لأن إلى حدود الساعة المبالغ اللي كانت كتلقى من الجامعة محتشمة
ويالله كتوفر لها واحد جزء بسيط من الاحتياجات اليومية ديالها. فالسيدة لاعبة محترفة وخاصها تتبع واحد النظام غذائي صارم وتاخذ مكملات وتشري اللوازم ديالها، وهذا الشيء راه كيتطلب فلوس صحيحة. ولكن حبها الكبير للرياضة خلاها تغمض عينيها على جميع العواقب والصعوبات. في سنة 2002 تمكنات مجددا باش تفوز ببطولة المغرب، واللي كانت هي الثالثة في المسار الرياضي ديالها، وحتى سميتها ولات معروفة عند الصغير والكبير بمدينة الرباط. شاءت الأقدار وقدر الله ما شاء فعل، والأب ديالها غادي توفى ومشى عند الله. كانت صدمة كبيرة بالنسبة للشابة اللي كتربطها واحد العلاقة جد وطيدة معاه. كان تيرافقها باستمرار لجميع البطولات اللي شاركت فيها. في هاد الوقيته تصابت شوية بالاكتئاب والإحباط، لأن جميع الوعود اللي تقدمت لها من طرف بعض المسؤولين ما شافت منها غير ريح. فقررت أنها تبقى جالسة غير في الدار وتدير بناقص بتاتا من هاد التيكواندو. ولكن المدرب بوشعيب اللي هو المكتشف ديالها كان كيجي يزورها باستمرار وبقى عليها حتى رجعها للمسار الصحيح. فاقترح عليها باش تولي مدربة بالنادي اللي كان كيملك، وخصص لها واحد الأجرة شهرية باش تعاون راسها بين ما لقات ما حسن وتفكرها شي نهار الجامعة. الشابة كان البرنامج اليومي ديالها بالشكل الآتي: ملي كتفيق في الصباح كتوجه مباشرة باش تدرب بعض الشباب، غير كتسالي معاهم، كتمشي تسول على راسها في الجامعة، عيات ما تطلب وتزاوق، على الأقل تولي غير شي إطار تقني وتقاسم حتى هي الخبرة ديالها مع الناس يالله بادين. وطرقات كذلك مرارا وتكرارا الباب ديال مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، واللي كان كيترأسها آنذاك وزير الشبيبة والرياضة منصف بالخياط، على أساس حتى هي تستافد من التغطية الصحية وبعض الامتيازات. ولكن باقي ما جابش الله، وديما ديك الجملة الشهيرة: غير صبري دابا يكون خير، راه غادي نعيطوا لك شي نهار. فالبنت بدات كتلوم في راسها انها تبعات الطريق ديال التيكواندو وعطاتو شله حوايج، وبالمقابل ما خدات منه والو. اللهم دوك الميداليات اللي ربحات واللي معلقاهم غير في الدار وكتشوف فيهم. في الجانب المقابل ديك صاحبتها المقربة كريمة، واللي بقاو ديما كيتشوفوا الى حدود اللحظة. تخرجات كمعلمة وتزوجات ورزقها سيدي ربي بواحد الوليد، يعني زادت خطوات كثيرة للقدام، وعيشة مسكينة باقا كتطرق في الأبواب وغير كتعدي. وحتى العمل الجمعوي اللي كانت مولوعة به أصبح في خبر كان. عائشة كانت حاجة وحدة اللي باقا مصبراها، وهي البطولة العالمية ديال التيكواندو اللي غادا تقام سنة 2005 بإحدى الدول الأوروبية، واللي عزمات باش تحضر ليها مزيان، لربما بشي طريقة أو أخرى تنال ولو القليل من التقدير والدعم المادي بالأخص. فشمرات مجددا على دراعها وبقات مقابلة غير التدريب. في هذه الفترة تعرفت على واحد الشاب اللي كان سميتو حسان، كبر منها ب3 سنين وكيشتغل كمدرب رياضة كمال الأجسام. وباش نحطكم أكثر في السياق، فالشابة من صغرها كانت سادة هاد الباب بصفة نهائية، وتقدموا لها عدة مرات بزاف ديال الرجال اللي طرقوا باب دارهم من أجل الزواج، ولكن هي كانت كترفض. فهاد المرة سلبها الغرام، وكيف ما كنقولوا القليب ما يشاور. حبات هاد الشاب واحد الحب جنوني، ولقاتو هو السند الوحيد ديالها من بعد ما تخلى عليها كل شيء إلا المدرب ديالها بوشعيب. العائلة والمقربين كانوا كيلوموها باستمرار أنها سمحت في قرايتها، حيت تبين أن الطريق اللي تبعات ما عطاتها حتى شي إضافة. فالطوبيس راه باقا كتركب فيه، والسكنة راه جالسة غير مع دارهم. هاد الكلام كان كيضرها بزاف، وكتحاول تبردو غير في التدريبات. والمجتمع ما كيرحمش،
بعض الناس الهواية ديالهم هي تحطيم الآخرين، وهذا راه واقع معاش. المهم البطلة دوزات تقريبا المدة ديال سنة غير كتوجد لهاد البطولة العالمية، ونهار تعلنات القائمة ديال الفريق النسوي اللي غادي يشارك فيها ما كانتش سميتها معاهم. حسات بخيبة أمل كبيرة وتدمرات لدرجة أنها سدات عليها في بيتها وبقات غير كتبكي وكتحسر على كل دقيقة ضيعات في رياضة التيكواندو. تسدو البيبان وبان لها الأنسب هي تهبط يديها وتستسلم وتزوج مع راسها ودير شي وليدات ومريضنا ما عنده باس، مادام لقات الإنسان اللي ارتاحت معاه واللي ما كان سوى حسان. هاد الشاب مع الأسف تبين أنه كان طامع فيها غير باش تشارك في ديك المسابقة الدولية، ونهار ما اختاروهاش عطاها بالظهر. ما عمرو بغاها كإنسانة وكان تيهمو فقط سمية بطلة، وجميع دوك الوعود اللي قال لها ديال الخطبة وغيتجمعوا على سنة الله ورسوله كانت خبير وطاح في بير. وحتى هو كيتحمل مسؤولية كبيرة في هادشي اللي غادي يوقع لهاد الشابة بالموازاة مع الجامعة ديال التايكواندو. والدنيا ما فيها ثقة، تبيتك فشان وتصبحك فشان. عائشة جاها اكتئاب حاد وولات غير كتدخل وكتخرج في الهضرة، لدرجة أنها خرجت من دارهم وانتقلت تعيش غير في الزنقة. ودوك الشباب يا حسرة اللي كانت كتنصحهم باش يبعدوا على المخدرات، دارت الايام واصبحت هي من تقارع الكؤوس. وصحابها الجداد ما كانوا سوى بعض المتشردين ديال حي المنزه اللي كيتواجد بمنطقة يعقوب المنصور. فاللهم لا شماتة، مسكينة النهار كله كتبقى غير كتدور بحال شي حمقى في الزناقي، وفي الليل تحتسي القليل من الخمر وكتشم لانكول باش تقدر تنسى وتنعس. فملي كان كيجيها الجوع كتوجه ديما عند واحد الجزار اللي كان داير واحد الشوايه، كتطلبو يعطيها شي طريف ديال الخبز فيه ريحه الكفته ولا اللحم. هاد الشيء خلاها تحول لإنسانة عدوانية، وكانت كتبقى تغوت بواحد الصوت مرتفع أنها صحيحة واللي قرب ليها غادا تعطيه قتلة ديال العصا. اللي ما كيعرفهاش كان كيجري عليها، ولكن هي عالم بها غير الله. في سنة 2010 وملي كان في عمرها 30 سنة كان وقع ليها واحد الشجار مع واحد السيد اللي عنده محل بنفس الحي اللي هو المنزه. كان كيجري عليها باستمرار وكيسبها، فضربته بواحد الموس لكتفو. وقبل ما تكبر القضية دخلوا شي جيران وشي ناس وطلبوا منه يتنازل، حيت عايشة كانت الله يعمرها دار وغير الظروف اللي خلاتها تولي هكا. بقات دائما على نفس المنوال، حالتها كتضر في القلب وتحز في النفس، ولا سماحة في اللي كان سباب. وحتى الميمة العزيزة ديالها كبرات في السن وما بقاتش كتقدر كاع تنوض، وفينا هو الجهد باش تخرج تقلب على بنتها. اما خوتها الكبار فكل واحد ملهي في صوالحو، الشابة تنسات وتغبنات. احنا الان نهار 10 اكتوبر من سنة 2011. ديك الليلة ما بانش العيشة الآثار في المنزه، كانوا الناس متعودين يشوفوها. فمع 10 ديال الصباح كان واحد الجزار يلاه كيحل في المحل ديالو. هاد السيد سميتو يونس وكيبلغ من العمر 25 سنة، مزوج وعنده 2 وليدات. واحد شوية حتى كتوقف عليه الشابة، كانت في مرحلة متقدمة من السكر ولابسة شي حوايج بالية، فطلبت منه يعتقها بشي كاسكروط خفيف تسد به الجوع. فبدا كيسب فيها وتيقول لها الصباح هذا وانتي راك كثرتي عليا، فين ما كتدوخي الراس مزيان كتقصديني، وكلام من هذا القبيل. الحاجة اللي خلات بنادم يتجمع بالزربة. فعيشة حسات بالحقرة وما تقبلتش الأمر، بالأخص أن الجزار قال لها شي كلام جارح وما سكتش. فرمشت عين غادا تجبد واحد السكين اللي كان تحت منها، وبكثرة داك الحر اللي فيها غادا تطعنو 12 مرة. غادي يطيح للأرض وسط دماياته ومشى عند الله. حصروها المواطنين وربطوا الاتصال بعناصر الشرطة.
اللي بدورهم غادي يحلوا على وجه السرعة بعين المكان. اعتقلوها متلبسة وخداو معها أداة الجريمة، في حين نقلوا الجثة ديال الضحية إلى مستودع الأموات. وعليه ملي كيوصلوا للمركز خلاوها شوية حتى سحات، حيت كيف ما عرفتو مسبقا كانت مخمورة. اعترفت بالمنسوب إليها جملة وتفصيلا، وتوجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسكر العلني، وتمت إحالتها على المحاكمة وبدات الأطوار ديالها. والقضية ما غاداش تسالي هنا، غادي تحكم عليها ابتدائيا بعقوبة 30 سنة، وتم تخفيف الحكم في مرحلة الاستئناف إلى 25 سنة نافذة، مع تعويض مادي للمطالب بالحق المدني، واللي تقدر ب8 المليون للزوجة ديال الضحية ودوك جوج ولادو، و5 ديال المليون للوالدين ديال الجزار يونس. داوها للمؤسسة السجنية باش تدوز سنين طويلة وراء القضبان، ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان. غدا تدوز المدة ديال 2 سنين، وعيشة قررت توضح حد لحياتها ومشات عند الله. وبهذا غادي يكون تكتب السطر الأخير ديال قضية اليوم، اللي شفنا فيها كيفاش تحولات بطلة مغربية طامعة لحصد الألقاب والميداليات إلى مجرمة. فاللهم حسن الخاتمة يا رب.